يعني عارفة انكم عاوزين تعرفوا اخبار الدايرة الاولى واللي مقرها المنصورة، واللي طبعا بيخوض فيها الاعلامي الدكتور توفيق عكاشة المعركة الانتخابية، واللي اصبحت هي اهم دائرة انتخابية في مصر. لا باين عليها نبيها ما شاء الله. ايضا محل اهتمام جميع افراد الشعب المصري المؤيدين للدكتور توفيق عكاشة والمعارضين له ايضا. وايضا اصبحت محل اهتمام وسائل الاعلام العربية والامريكية والاوروبية. والله انت اللي مسخرة يا شيخ. ان عكاشة الفلاح المصري سيحدد مستقبل مصر في المرحلة القادمة، وقالوا كمان ان هو خرج من قرية من محافظة الدقهلية وان له شعبية جارفة بين ملايين المصريين. ده الظاهر عليه بقى الجو بتاعها. الجو بتاع مين؟ بتاع ابو العفة. ايه ده انت بتحب حصان؟ لا يا بهجت مش الحصان اللي الراجل اللي فوق الحصان اللي انت ماشيه معاه ده. قالوا كمان ان هو قدر يحرك الاغلبيه الصامته من ملايين المصريين ويخليهم سند للجيش المصري، وان نجاح عكاشة في الانتخابات البرلمانيه هيكون علامه فاصله في رسم الخريطه السياسيه في رسم مستقبل مصر. ايه ده يا شيخ؟ ايه اللي بتعمليه ده يا شيخ؟ ايه يا شيخ ده؟ ايه؟ يخرب بيت سنيني. هيلقى قبول، لانه ايضا بيلقى قبول من جموع المسيحيين في مصر، مضاف الى انصاره اللي على طول مصر من ابناء الريف وفي الصعيد وفي الدلتا. وانت بقى وخليكي في اكل عيشك. اتفقوا على ان وجود عكاشة في البرلمان سيرتبط ايضا بمستقبل مصر السياسي، وسيكون تاريخيا وفاصلا لمستقبل مصر السياسي. جيتي؟ ايوه تحت امر. امي بتسلم عليكم وتقول لك كمليني واحده واحده. هو سيحدد قوة المؤسسة العسكرية ونفوذها خلال مستقبل مصر القادم. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. الصحيفة الأمريكية إن الدكتور توفيق عكاشة أقنع الشعب المصري بإن الدولة والجيش كيان واحد لا يمكن فصله، وإن أي فصل سيؤدي إلى انهيار مصر. ووصف الإعلامي الأمريكي الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة بأنه أخطر سياسي وإعلامي أفرزته الثورة. لازم يا مرسي افهم، لازم أقدمها، لازم يا مرسي ما تنساش إن دي واحدة ست. هو اللي مجننا واحدة ست، اللي فاهم مرت إنها واحدة ست. وإنه بيعيد إلى أذهان العرب الفكر القومي، وده بيمثل خطورة شديدة جدا على مشروع الشرق الأوسط الكبير. أخ منك أنت أخ. أنا مش مبسوط، مش سعيد، أنا حزنان. ليه بس بعد الشر يا ريس؟ حزنان ليه؟ ضحكني يا قصير. نعم. احكي لي نكات. كملت النهارده وبكره بهذا الوضع، يعني ان هيبقى اكبر عدد من الكراسي حصل عليه حزب مصر القومي هيبقى في الدايره الاولى في محافظه الدقهلية. أشوفه يا جوزي يا ابو عيالي، ما تسيبنيش يا مستتني، ده جايبني النابوليا بشيل بلاد. زغلول رايح فين يا زغلول؟ المنافسة على مدار اليوم كانت شديدة الحرارة في الدائرة الأولى بين أحزاب مصر القومي والحرية والعدالة والنور السلفي. تحط نفسك في مواقف بايخة لدرجة ان قناة العربية كانت بتصور في احدى القرى وفوجئوا بالاستقبال الحار للدكتور توفيق من حزب النور السلفي، واللي تزامن مع وجود دكتور توفيق مع فريق عمل قناة العربية. صدقني لو فلحت. عندنا من خلال اللي جمعناه بتقول ان حزب مصر القومي بيتقدم ماراثون السباق الانتخابي مع حزب النور السلفي وحزب الحرية والعدالة في الدايرة الأولى. لا حول ولا قوة إلا بالله. كمان ان حزب النور السلفي اكدوا تاكيد شديد على التزامهم بالمرشحين الفرديين لحزب النور السلفي، وعلى ما وصلني ان بعض المرشحين في حزب النور السلفي كانوا بيلفوا في البلد بيقولوا رمز الفراشه والخلاط ورمز الصاروخ اللي هو رمز حزب مصر القومي، وده بيعكس
تقارب. طب اتكل على الله. عموما هي كلها ساعات قليلة وسوف تعلن النتائج الحقيقية للانتخابات البرلمانية. الله هنا البي بي سي، الله هنا البي بي سي. مرسي ابن المعلم الزناتي اتهزم يا رجالة. يخرب بيتك كنت ما بيعرفش يا اختي.